بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم صديقاتي حبيباتي؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وبسعادة يا رب. اليوم راح اسوي لكم عروق طاوة العراقي. عروق طاوة العراقي اللي احنا نسويه ومواده كلش بسيطة ومتوفرة عندنا، وهذا العروق طاوة راح اسويه بدون لحم، عروق طاوة القرنابيط. زين عيني. المواد الاساسية اللي راح احتاجها عندي هذا القرنابيط، نصف كيلو قرنابيط، هذه الزهرة مالت القرنابيط ناخذها. عندي طماطة حسب انتم الرغبة مالتكم، حسب عدد افراد الاسرة، يعني انتم بكيفكم تخلون هذه المواد. هذه طماطاتين اني خليت، هذولي 4 راس بصل، وهذا كرفس باكتين او 3، هذه بيضة، وهذه انواع البهاراتات اللي نخليها. ما راح نخلي هواية انواع بهاراتات، راح نخلي اول شيء اللي هو الكركم. زين عيني، مقدار يعني هواية نخلي من الكركم. نخلي هنا بهارات مشكلة، نخلي زنجبيل، هذا الزنجبيل شوفوا عيني، وهاي الملح، وهذا الطحين عندي طحين الاسمر اللي هو طحين الوجبة، وهنا عندي راح اخلط وياه طحين صفر. زين حبايبي، هسه اول خطوة راح ابدي بيها، راح اقطع المواد هذه وبالقطاعة واجمعهم كلهم واضيف عليهم المواد، وبالنهاية اشوفكم شلون راح اسوي. هسه اول ما راح ابدي اثرم هذه المواد بالقطاعة. حبيت اقول لكم انه حمودي راح يشاركني بعمل هذه الاكله. حمودي ابني، حمودي الصغير، راح يشاركني مجرد بس يناولني هذه المواد. يلا حمودي انطيني البصل. طبعا لابس جفوف حمودي مثلي. راح ابدي اقطع هذه المواد واخليها بالقطاعه خاطر اثرمها كلها. يلا حمودي انطيني راس بصلخ. طبعا اكله كلش طيبه بالقرنابيط، عروق طاوه العراقي لكن بالقرنابيط كلش طيب. انطيني ماما، يلا ناوشني. حمودي مستحي ومدى يقدم ايده حيل، فانتوا تعرفون يعني طبعا اطفال وشغلاتهم وكذا. يلا ابني يلا انطيني، حضر لي انت، لا تظل تباوع علي، حضر لي كل شيء. يلا هسه اكمل هذا البصل اثرمه، واثرم الطماطة بعدين اخر شيء ورا البصل. هاك ابني، اخلي هذه المواد كلها بالقطاعة. هم اجى ابو الغاز، اسمعوا صوته، هم اجى ابو الغاز ويا تصويري. هالمرة خال نغمة ما يصيح غاز. هسه هنا كملت مرحلة الثرم مالت البصل. هسه ابدي اثرم طماطة والكرفس. يلا حمودي طيب الطماطة. هسه اعطيني حمودي طماطة الاخرى. يعني بس نقطعها هيك شي تقطيع بسيط، لان هي بالقطاعة راح تنثرم. هاك ابني تفضل خذ السكينة. الزم حمودي وحمودي هسه راح اقطع الطماطة وارجع اكمل بقية المواد. يثرمها ثرم ناعم حيل الطماطة حتى لا تبقى بيها كشور. كلها اخذها مرة واحدة.
هسه بقت لي اخر مرحله اللي هي القرنابيط. هسه حمودي ناولني القرنابيط حبيبي كله. يلا ماما. لأنه احتمال الأطفال يحبون طعمه بالعروق فراح إني أنفع. هاتي فرمته كله ناعم. بعد عندي كمية من القرنابيط. ثرم كل المواد، هذا القرنابيط والكرفس والبصل. هسه راح أبدي أضيف عليهم المواد بعد أن أحركهم. هسه راح ابدي اضيف الكركم. هاي كفايه الكركم. حمودي يحضر لي الزنجبيل. هاي بهارات مشكله ايضا. ملح. هاي زنجبيل عيني وهذا الملح. هسه نخلط هذه المواد كليتها مع بعض حتى نحط عليهم البيضة وبعدين الطحين، بس نتأكد انه كلهم اخذوا البهارات، كلهم تجانسوا مع بعض. راح اضيف له كمية من الطحين الصفر، اخليه فوق هذا الطحين حتى اخلطه مع بعض. هاك حبيبي وليدي، هذا خلطت الطحين الصفر ويا طحين الوجبة، وراح ابدي الابس. حمودي انطيني ماي، اخلي له شوية ماي. اخذ حمودي. هاي بهالمرحلة هاي اني خلصت العروق طاوة تقريبا، يعني خلط المواد كليتها واصبح عروق طاوة كامل ولذيذ وما محتاج من عندنا. هسه العجين مالت العروق كمان خبطت كل المواد، وشوفوا حبيباتي هسه راح ابدي اقلي هاي العجينة. راح اروح وياكم على الطباخ اقلي. هسه راح ابدي اقلي العروق، عروق طاوة راح ابدي اقليه. شوفوا شو راح يصير مقرمش كلش طيب. طبعا نقدر يعني نسوي من هذه العجينة، يعني نسويها على شكل دوائر ونضمها بالمجمدة، نحتاجها نطلعها بأي وقت تفيدنا. يعني شلون شي ونضمها بين وجبة ووجبة. مرات واحد ما عنده مجال يسوي أكل فيطلع عروضه ويسد حاجته. حسب رغبة انتو تريدون تسوون يعني هذه الشبيرة حيل تريدوها صغيرة، كل انسان واللي يعجبه. طبعا الطعم مالته كلش طيب. شنو اللي يخليه يعني القرنابيط البيت راح تحسوه هش وطعم وبنكهة يعني كلش طيبة.
حمودي جيب لي الماعون حبيبي نحط لي العروق. تعال حبيبي خلي هنا الماعون. شوفوا حبيباتي، شوفوا شلون العروق كلش طيب حلو والله، يفيدنا بوجبة العشاء، يفيدنا حتى بوجبة الريوق. مرات الأطفال يعني ما يحبون أجبان، ما يحبون بيض، فهذا كلش طيب. راح تصير هشة طعمها كلش هش وطيب وتفيدنا هواية. هسه عند الحمودي راح ابدي اسوي كمية حتى تشوفوها. تقدرين حتى تسوين اشكال انتي يعني للاطفال، يعني شلون الكباب اسويه على شكل كباب واعطيه للاطفال، ايضا يحبون هذه الشغلات يحبوها. اعطيني حمودي هاي. صدقوني طعمه كلش طيب، يعني اذا ما مسوي هذا العروق طاوة او القرنابيط سووه وما راح تندمون، كلش طيب. وتشوفون اطفالكم راح يكيفون عليه لانه هش وراح تصير بيه نكهة القرنابيط كلش طيبة. يعني هذا وجبة عشاء تقدرين تسويها وياها شاي وياها زلاطة، احسن وجبة عشاء تصير. هسه كملت العروق مالتي، شوفوا بالنهاية شلون طلع حبايبي، كلش طيب ولين. هذه اللي سويتها الحمودي على شكل كباب، يعني هسه تشوفون من تسووه كلش هش وطيب. خلينا نعطي الحمودي هذا مالته، خلينا نشوف يعطينا رأيه بيه. حمودي شوفه، اذا طيب قول طيب عادي، واذا مو طيب قول مو طيب. طيب طيب حياتي بالعافية. زين عيني لهنا وانتي وياكم، ويا ربي ان شاء الله تسوون هذه الاكله يا ربي وشوفوها. يعني اعتيادي احنا العراقيين كليتنا نسوي عروق طاوه، لكن كلا حسب، يعني اكو بعض الناس ما يخلون قرنابيط، اكو بعض يخلون لحم، اكو بعض يخلون صدر دجاج. فهذه طريقتي انا اللي اسويها بدون لحم، بدون صدر دجاج، بدون كل شيء، قرنابيط بس اخلي ويا العروق بدون مواد يعني لحم وغيره. زين عيني، ويا زلاطه ويا طرشي. طبعا هذا طرش البيت احنا مسويه، فاذا تحبون اشوفكم طريقته واعطيكم طريقته ايضا. طرشي مواد الشتويه كليتها نسويها ونكبسها ويا الاكل، يفيدنا الطرشي ويشهي ويا الوجبه. لهنا وانتي وياكم، ويا رب ان شاء الله اتمنى لكم الصحه والسلامه يا ربي، ولا تنسوني باللايكات والاشتراكات، ويا ربي امن وامان على بلدنا.